السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة. إن شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية يا رب. ولأول مرة تزورنا كما العادة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس وتضغط على زر الإعجاب باش يوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. في فيديو اليوم جيتكم بهذا صابلي الورود، صابلي الوردة اللي دار حالة قبل رمضان وفي رمضان وفي العيد. انا شوفك خدمت هاد الحلوى في العيد ومكتبش ربي اني نعملها مونتاج حتى لليوم. اللي كنت درت فيها 500 غرام زبده، نتوما تنجموا ديروا غير 250 غرام وزعما تقلوا المكونات. انا حبيت نخدم بزاف، درت 500 غرام ودرت كاس سكر ناعم، كاس يكون عامر نيشان، ودرت هكا ملعقه صغيره عامره فانيليا، ودرت ربع حبه بيض درت 2 كاملين و2 الصفار فقط. هكذا حطيت الحبة الأولى، راح نزيد الحبة الثانية هكذا نتكسر لي البيض المهم، وراح نزيد الحبة الثالثة. كنت حطيت غير الصفار، والرابعة غير الصفار برك هكذا باش ما تجيكمش الحلوى تاعكم يابسة وكلشي. وتضيفوا تاني فيها البيض باش ما تجيكمش كيفاش نقولوا تتفتت غير وحدها، فهمتوا؟ هكذا المهم ضفت، راح نضرب كل شيء مع بعض، راح نضرب هذه المكونات مع بعض حتى يولينا الخليط كريمي. اليوم راني تعبانه وصايمه وعطشانه المهم راني نعمل في المونتاج بالسيف. هكذا حاولوا تضربوا كامل هذه المكونات مع بعض يوليكم الخليط كريمي. من الافضل تستعملوا الضرب الكهربائي، واذا استعملتوا الضرب اليدوي راح ياخذ معكم وقت. المهم الضرب الكهربائي راح تكملوا ليه هكذا. ودهنا اضفت الكاوكاو ودرت حوالي 4 مغارف هكذا عامرين كبار، واضفت 2 مغارف حلوة الترك انشا حلوة الترك قلت لكم اني نحسنها المهم حلوة الترك ولا شامية كل واحد كيفاش يقولها. هكذا عاود ضربت غاية بالضرب الكهربائي حتى نشوف هاي نسلق هاد المكونات كامل دخلوا مع بعضهم هكذا بهالطريقة. هكذا اضفت النشا، درت حوالي 2 مغارف 3 مغارف هكذا، ولما مش حاصة يعني المهم حطيت المغرف الاولى، راح نزيد الثانية والثالثة والرابعة، درت 4 مغارف عامرين ويكون المغرف سكون كبيرة هكذا. وضربوا غاية تاني بالضرب الكهربائي حتى هذا الخليط يوليكم كريمي وشباب. صحيح احنا راح نزيدو نستعملو الضرب الكهربائي، راح نكملو بيدينا هكذا. من تلقاو كل شيء هكا نساجم مع بعضها هكذا بهذه الطريقة. راح نضيفو الفرينة، الفرينة ديما نكونكم غربلوها وضيفوها غير بالتدريج، ما تضيفوهاش ضربه واحده باش ما تعجنكمش باش ما تقصعلكمش هاد العجينه تاعكم. تعرفوا الصبيع العجينه تاعها تجي طريه هكا. ضرب غربلت غير شويه. شوفوا شوفوا خميرة الحلوى ضفت غير على راس المغرب هكذا غير شويه هكذا باش ما يخمليش هكا ويفسدليش الشكل تاعها. هكذا حاولت ندخل كامل هذه الفرينه هكا بيدي، تبقاو تعجنوا بيدكم. قلت لكم ديما عجائن تاع الحلوى ما تدلكوهمش هكا، دخلوا الفرينه غير ما بين صباعتكم وراح تلم معاكم ليه مش راح تطول هكذا. المهم بقيت نضيف في الفرينه غير بشويه 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 حتى تلمت معايا عجينه ولات لي بهذا القوام. شوفوا جي طريه، شوفوا كيفاش تجي. لهنا جاتني عجينه بزاف كبيره، قسمتها شوفوا على 3 كويرات هكذا. حاولوا تلموها هكذا غير ما بين يديكم هكذا بهالطريقه. وغطيتها بكيس بلاستيكي وبغيت نحل فيها غير بشويه زعما باش ما تعجليش. المهم غطوها بكيس بلاستيكي باش ما تقصعلكمش العجينه تاعكم. هكذا غطيت كل جزء وحده هكذا باش ما نبقاش مخليتهم هكا معديين ولا نجبدهم ضربه واحده ونبقى نفسد فيهم هكذا غير بشويه ونحلهم غير بالطبع هكذا. وقلت لكم تنجموا تقلوا المكونات. انا حبيت نخدم هاد الصابلي قسمتهم على نوعين، درت خدمت بصابلي الورده وخدمت صابلي تاع زمان تاع زمان، صابلي المربى اللي يجي هكا فيه ثقب في الوسط. ما صورتوش معكم الوصفه صراحه، عييت من التصوير عييت. عاود لي ليه نكمل زعما ليه انا اصلا كي نصور يشدني وكي ما نصورش نكمل ليه هكذا. جبت هذا طابع تاع المول هذا تاع الورده هكذا. تنجمو ديروا الشكل اللي تحبوا دائري ولا قلوب اللي تحبوا. انا هذا سلفته من عند صاحبه اختي الا تسمع فيا من هذا نقول ربي يحفظك، شكرا لك بزاف بزاف. خاصه الورده اللي خدمت بها الشوكولا ما كانتش متوفره نهائيا، حتى في الحوانت دورت عليها شرق غرب مستغانم وما كانش، حتى لقيتها عندها. نقول ميرسي بزاف بزاف ربي يحفظك.
شوفوا لهنا رحت حطيت هاد الحلوى تاعنا طيب في الفرن كان مسخن مسبقا، دخلتها قد ما قساحت هكذا خرجتها. ولا انا رحت نوجد الحشو اللي راح نديرو، حطيت الاولى ديول اللي كنت حمصتهم، وحطيت الرشتة القطايف تاني اللي كنت حمصتها، واضفت حلوى الترك. وانتم ديروا شو الكميه اللي تناسبكم، انا حطيته صعيب تمام كيما نقولوا عيني ميزاني. ومن بعد جبت النسله اللي كنت حضرتها في الدار ولميت كامل بها هاد المكونات. شوفوا هاد الحشوه اللي تجي بزاف هايله، تجي رائعه، المذاق تاعها ولا اروع. هكذا حاولت نضيف لميتهم كامل بالنسله، وحشيت بهم هذيك الحلوه تاعنا بعد ما طابت. هكا في مكان كريمة الزبدة ولا المربى حطيت هاد الحشوة اللي كان كي نقول لكم المذاق تاعها ولا اروع. هكذا حاولوا شوفوا لقيتها مازالت خاصة الناس اللي كنت حضرتها في الدار. حبيتوا البنات نشارك معكم الوصفة حطوا لي في التعليقات. هكذا بهالطريقة شوفوا حتى الخليط ولا هكذا. شوفوا قد بعد ما طابت الحلوى تاعنا شوفوا الشكل تاعها يجي بزاف هايل، وما تجيش منفخة بزاف على خاطر ما كترناش فيها خميرة الحلوى، درنا غير شوية. حاولوا هكذا تبسطوا هاد الخليط هكذا. شوفوا ماش راح يخرج لكم كيسموه بلا بوشادوي، تما حاولت نحطها غير هكا نشكلها على شكل زهرة هكذا غير بالملعقة هكذا. حاولوا هكذا تبسطوه كامل على الحلوى تاعكم، وحطوا الحلوى الجزء الثاني هكذا فوقه وراح تلصق لكم ليه. حاولوا تاني تفينيو الحلوى تاعكم، ما تخلوش هاد الحشو خارج هكا ومشوه الحلوى، تفينيو كامل بصبعكم هكذاك. عدلوا الحلوى تاعكم هكذا بهالطريقة، هيجي ساهل في الخدمة تاعو، والشكل تاعه يجي بزاف هايل، والبنة ما نقول لكمش ولا اروع. هكا هي صابلي بصح المذاق يجي مختلف تماما عن الصابلي اللي كنا خدمناه من قبل. هكذا حاولوا كامل تعدلوا الشكل هكذا بصباحتيكم باش ما يبقاش خارج. راح نزيد لكم حبه بخت اخرى. شوفوا الشكل تاعي يجي بزاف هايل هكذا. قلت لكم حاولوا تحطوا هكذا الحشو هكذا، وتبقاو هكذا تمشوا في الحشو تاعكم هكذا بالملعقه صغيره هكذا باش يجي الشكل تاعها، باش تجي الحلوى تاع. شوفوا الاساس الحلوى تاعكم باش تجي شابه كي تفينيوها غايه، ما تخلوهاش زعما يا كاين اللي تعبوا ومين ما يفينيوش الحلوى تاعهم يجي مشوها ويجي الشكل تاعها ماشي شباب نهائيا، ما تجيش شابه. هكذا غير بشويه تشكلوا على شكل ورده، وحطوا عليها الوردة الثانية هكذا فوقها، لصقوها هكذا بهالطريقة، وبقاو هكذا دخلوا الحشو بصبعتيكم هكذا ولا بلا سباتشي، المهم بيدكم احسن يجي الخدمة سهلة وليه تكملوا هكذا بهالطريقة. شوفوا بعد ما كملت كامل الحلوى تاعنا جيت كلاسيتها بالشوكولا، وانتم استعملوا اللون اللي تحبوه. انا استعملت الشوكولا هذه البنية، الذوق تاعها يجي بزاف هايل. هكذا كلاسيتها هكذا بهالطريقة، ديما الطريقة سهلة وماهلة وكامل نعرفوها. هكذا حطيتها هكا فوق كيس بلاستيكي باش من بعد يلهله يتنحى معايا بكل سهولة هكذا بهالطريقة. بقاو هكا تضربوا فيها حتى تنحوا كامل هذاك الزايد. راح نزيد معكم الثالثة هكذا بنفس الطريقة. وهاد الشوكولا اللي كنت دوبتها فوق حمام مائي، واضفت لها شويه زيت هكا باش تجيني ما تجيش هكا ثقيله، باش تجيني خفيفه وتقلصي لي غايه. شوفوا بعد ما كامل حطيت الحلوى تاعنا المهم خليتها في نفس المكان، ما دخلتها لا في الثلاجه لا والو. الجو كان بارد ليه جمدت معايا. هنا جيت نحي الزوائد هكا باش تجي الحلوى تاعنا شابه. اذا كان كاين زوائد واذا ما كانش نورمال ما تنحوهمش هكذا. المهم انا حاولت هكا باش تجيني الحلوى تاعي شابه ومفينيه هكذا بهالطريقه. شوفوا الشكل تاعها يجي بزاف هايل، والشوكولا تجي هكا مقلاصيه غايه ما تجيش مشوهه هكذا. حاولوا تنحوا كامل الزوائد بالموس هكذا بهالطريقه. ومن بعد جبت هذاك الملون، ماشي الملون، هذاك كيفاش نقولوا الذهبي، نسيت اسمه، راني عسانه والله ماني نتفكر الملمع الذهبي هذا. حاولت كامل هكذا نديره فوق هكا فوق الحلوى تاعنا. شوفوا كاين اللي ليه يلون، وهذا شوفوا مش عارفه الشكل تاعه كيفاش يجي، ما عرفت باش مخدوم هكا كي نلون. شوفوا كيفاش يجي كيف يخدمها لي شابه ليه بلا تعب بلا والو هكذا فوق الشوكولا. ما يلونش هكا يجي مش عارفه مدرج مقطع هكذا بهالطريقه.
المهم الشكل تاعها يجي بزاف هايل. حاولت كامل نحطها فوق الحلوى تاعنا هكذا بهذه الطريقه. هكذا لمعوا كامل الحلوى تاعكم وخلوها تنشف هكا تجف. هاك شوفوا الشكل تاعها كيجي بزاف هايل هكذا. ومن بعد رحت نحضر الشوكولا تاعنا اللي كنت قلت لكم هذا المول، هذا الطاب، هذا المول تاع سيليكون ولا سلفتها على صاحبة اختي، نقولها من هذا المنبر شكرا ليك بزاف 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 بزاف. المهم سلفته لي، خدمت هاد الشوكولا تاعنا اللي كنت خدمتها قبل الحلوى هادي وخليتها جمدت هكذا. حاولوا تحطوا كامل الشوكولا تاعكم. شوفوا الشوكولا هذه تكونوا مذوبينها فوق حمام مائي، ما تضيفوا لها والو. انا جربت واحده ضايفه لها الزيت وتنحت معايا بكل سهوله عادي. نتوما جربوا ما تضيفوا لها والو ودي حطوها في المول تاعكم باش تنحى لكم ليه وما تتكسرش وتجف. المهم هكذا حطوها هكذا وحطوها في الثلاجه حوالي دقيقه. انا ما هكا ما دقيقه نلقاها جفت زعما نشفت وتقساحت هكذا. جبت هذاك الملون الذهبي، حاولت هكذا الملمع الذهبي هكذا، حاولت كامل هكا نزين هاد الوردة تاعنا من الأطراف. وإذا حبيتوا تلونوها كامل نورمال عادي، أنا حبيت نزينها هكذا بهاد الطريقة. تاني عجبتنيش بزاف بنات هكذاك هكذا زينوها بهاد الطريقة وعجبتني الشكل هكذا. وحاولوا تكتروا الشوكولا باش من بعد ما تجيكمش هكا في الوسط متقوبة كيما انا وحده ما كترت جاتني هكا في الوسط خاصها الشوكولا هكا. شوفوا كي تبان، شوفوا فيها تثقب خفيف. المهم حاولوا تكتروا. شوفوا بعد ما كامل خدمت هذيك الشوكولا تاعنا وجفت، شوفوا كانت في الثلاجه هنا خرجتها. حاولت نزينها قلت لكم بنفس الطريقه. حاولوا كامل هكذاك هكذا بهذه الطريقه. ممتازين يبقى اختياري، تنجموا تخلوها هكذاك تاني الشكل تاعها يجي بزاف هايل. ومن بعد حطيت لها شويه شوكولا من تحت باش تلصق لي هكذا فوق الحلوى تاعنا. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا. شوفوا يجي بزاف هايل. وهي صح تعب في الخدمه تاعها بصح شكلها زعما تعبي وتنيلي الشكل تاعها يجي بزاف والمذاق ولا اروع. هكذا حاولت كامل نلصق هذوك الورود. شوفوا هاد الحلوى كان جزء من الورود هكا انا خدمته بالشوكولا، وجزء اخر لقيتهم يتباعوا خادمينهم كيفاش نقولوا بعجينة السكر تاني. يجوا بزاف بزاف هايلين والشكل تاعهم يجي هايل تاني بنفس الشكل تاعهم تحسبوا تاع الشوكولا بصح هي عجينة السكر. زدت كملت باقي الحلوى به هكذا. شوفوا الشكل تاعها كيجي بزاف هايل. شوفوا تجي هايله 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 هايله. المهم البنات اذا جربتوا هذه الوصفه ما تنسونيش من تعليقاتكم اسفل الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف على دعمكم وانا تعليقاتكم الشابه كيفكم. وهذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا كيفاش يجي هذه الحلوى، يجي الشكل تاعها شوفوا شكلا ومذاقا تجي بزاف 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 هايله صراحه. ويجي طري طري طري. وهاد العجينه تاع الصابلي اللي ديما معتمدتها في كامل الوصفات تجيب في كامل الصابلي زعما تاع المربى ولا هذا ولا كامل معتمدتها وما تفسدليش اخلاص. مام اذا درناها مطبوعه الشكل تاعها ما يفسدش على خاطر مش مكتره فيها خميره الحلوى. شوفوا الشكل تاعها يجي بزاف هايل. نتمنى تجربوه البنات وجربوه بالحشوه اللي درتها انا تجي ولا اروع. انا الحلوى اللي نخدمها ما ناكلش منها تمتم، كي نخدمها ما ناكلش منها تمتم نهائيا. حتى من بعد كي يفوت العيد وكاع باش تبان لي ندوقها نحب ناكل الحلوى اللي يخدموها الناس. شوفوا الشكل تاعها يجي مفيني هكا ويجي هذاك اللون الذهبي طاغي عليها ويعطيها واحد المنظر هائل. المهم راح نقسم معكم حابه نشوفها كيفاش جات مع بعض. هكذا قلت الشوكولا اللي كنت درتها في الدار ماشي عجينة السكر. عجينة السكر تجي قاصحة باش تتقسم بصح الشوكولا لا تتقسم ليه. شوفوا كيفاش يجي والحجو تاعها اللي جا بزاف بزاف هايل. المهم وصلنا لنهاية هذا الفيديو البنات. شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهدة. واللي اول مرة تزورنا كما العادة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس وتضغط على زر الاعجاب باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. مع السلامة الى وصفة اخرى ان شاء الله. دمتم في رعاية الرحمن.